السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم عصير الفراوله بلي فريز. مادام رانا في موسم لي فريز راح نستغلوا هذه الفاكهه باش نعملوها عصائر وتحليات. واش راح نحتاج؟ حوالي 200 غرام تاع لي فريز قطعتها، غسلتها وقطعتها. حوالي نص كاس تاع السكر، يعني السكر حسب الذوق، تقدري تزيدي تقدري تنقصي. هنا واش راح نستعمل؟ هنا راح نستعمل الشربات، يعني تتباع عندنا في الاسواق الجزائريه اللي نستهلكوها بزاف في رمضان. او تقدري تستعملي اي عصير برتقال عندك في الدار، يعني ماشي شرط تخدميه في الدار، يعني تشريه من السوق في القرع عادي، يعني عصير البرتقال او الشربت بذوق القارص. هنا لك الاختيار واش ديري. هنا عندي تدبيره فقط. هنا مادام انا في موسم الفراوله تقدري كيما راهي تكونجليها، ديرها في الكونجيلاتور تتكونجلا بكميات قليله، يعني يقولوا كل 200 غرام وحدها. وكي تحتاجي اي عصير تجبديها وتطحنيها مباشره مع العصير تاعك، راح يخرج لك يعني روعه ما شاء الله. يعني هذه تدبيره فقط كيفاش نكونجلو لي فريز. كونجليهم عادي في ساشي، حطيها في الكونجيلاتور، يعني ديري كل كميه شويه وحدها باش تجبدي واش تحتاجي فقط. الان ندوزو فقط لطريقه التحضير. واش راح ندير؟ هذيك الشربات حوالي نص ريتله، درت لها حوالي 200 غرام تاع لي فريز. وراح يجي منعش، وندير لها السكر ونبدا نخلط بالعقل. بسم الله، بلو برا عادي يعني. اذا ها هو العصير تاعي واجد، طحنته درته في القرعه. راح نسبيه لكم باش تشوفوا القوام تاعو كيفاش داير. بسم الله، يعني شوفوا ما شاء الله يجي روعه. نتمنى انكم تجربوه ويجي منعش ويجي بنين بالبزاف. يعني هذه تدبيره فقط. انا وقت لي فريز حكمي لي فريز تاعك كونجليهم في رمضان ان شاء الله، مع اللي غير تجبدي. يعني حنا في رمضان تكون متوفره عندنا بزاف الشربات في الاسواق الجزائريه. واش ديري؟ تحكمي الشربات، ديري لها شويه تاع لي فريز وتطحنيهم وتستهلكيهم باردين. اذا لا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله.